ما اكدبش عليك، اتغير كتير قوي من تفكيري بعد الكلمة اللي سمعتها من الشيخ الغزالي الله يرحمه لما قال قد يكون الظهور هو سبب الخفاء. سألت نفسي يعني ايه، لحد لما عرفت ان انا ممكن اكون مش متشاف من حبايبي واصحابي مش حاسين بقيمة وجودي. كل ده علشان انا دايما موجود، بتكلم كتير وفي كل موقف ليا بصمة، وبتواصل ليل ونهار معاهم، وعاوز دايما اكلمهم على طول وابدأ بالسؤال عليهم. يسألوا نخرج اقول يلا بينا، ومفيش مرة بقول لا معلش المرة دي، لحد ما اتأكدت ان الظهور المستمر بيخلي الواحد ما يلمعش في نظر غيره، ملوش دايما بريق ودايما بيكون خافت في عيونهم، وده لانه عامل زي الميدالية او حتة الديكور دايما موجود ومضمون. وعشان كده المثل بيقول ابعد حبة تزداد محبة، والعلماء بيقولوا احبب حبيبك هونا، يعني حبه بالراحة وما تدلدقش عليه، اختفي شوية من قدامه، غيب عن الانظار وما تبقاش سهل دايما ومتواجد وتتلاقى على طول، وساعتها وجودك هيتحس وغيابك هيكون فارق. ما بقولكش تبقى جاحد، بس بقولك على الأقل إن العقل أو القلب، وعلى رأي الكلمة المأثورة اللي بتقول لا تكن لينا فتعصر ولا تكن صلبا فتكسر. اهتم، ما قلتش حاجة لكن بالعقل، ما تخنقش اللي قدامك وتزهقه منك، وساعتها محدش هيحس بيك. الغياب ساعات بيكون عين الحضور، والبعد أوقات بيبقى أساس القرب، والسكوت أحيانا أفضل من كل الكلام. فإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الناس اللي بتركز في كل كبيرة وصغيرة، من قال ومن عاد، طب قال كده ليه؟ وأكيد يقصد بكلامه ده حاجة تانية. عندهم مرض التفكير وتخصيص الأمور بدرجة مخيفة. الناس دي بجد بيتعبوا وبيعانوا، لأنهم بيحاولوا يعرفوا اللي المفروض ما يعرفوهوش، وبيهتموا باللي المفروض يهملوه. وبعد ما بيدققوا ويحللوا بيشوفوا الجحيم بعينه، وبيدوقوا المعنى الحرفي للتعب النفسي، لأن الوعي والإدراك الزايد عامل زي السكينة المتعشقة بين الضلوع، ومن كتر وجعها ما بتنيمش صاحبها بالليل، ولا بتهنيها على أكلة والله، ولا بتكمل له فرحة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تجسسوا. ما تحاولش تعرف المداري. واحدة شايلة طبق ومغطياه، سألها واحد وقال لها تحت الطبق ايه؟ قالت له وليه ما غطيناه؟ لو انا عاوزاك تعرف تحته ايه هغطيه ليه يا بارد؟ مقسوم رزقك يا خلي ويسير وراءك كالظل. مقسوم رزقك يا خلي ويسير وراءك كالظل. يقفو خطواتك يتبعها قدر في اللوح كما الأجل. هو انا المفروض اعمل ايه في الغلاء اللي احنا فيه ده؟ جبت لك شوية افكار تعملهم، وان شاء الله لو عملت بيهم هتفضل صالب طولك ومكمل لحد ما ربنا يحلها من عنده وينتقم من الظلمة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أول حاجة تعملها بقدر الإمكان الأكل اللي بتاكله من بره حاول تعمله في البيت. فيديوهات الطبخ كترت وسهلت على الناس كتير، وساعتها هتوفر على نفسك ياما. تاني حاجة عليك إنك تطلع صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما نقص مال من صدقة. تالت حاجة اشتري لبس الشتاء في تخفيضات الشتاء، واشتري لبس الصيف في تخفيضات الصيف. هتوفر على نفسك شوية كويسين. وحافظ على الوظيفة اللي انت فيها وما تسيبهاش غير لما تكون متأكد انك لقيت غيرها وأحسن منها، وضامن انك داخلها 100%. فياريت تقرط على نفسك شوية وتدقق من دخلك ولو 10%، وما تجيش ناحيتهم إلا للشديد القوي. لو عاوز تحافظ على قيمة فلوسك فبلاش تحطها في البنك،
اشتري بيها ذهب، ومش أي ذهب، اشتري سبايك ويكون وزنها قليل، جرام 2 3 جرام بالكتير، بحيث لو اتزنقت تقدر تسلك نفسك بحاجة منهم وتسيب الباقي. وما تشتريش اللي تقدر تستغنى عنه عشان ما يجيش عليك الوقت وتبيع اللي ما تقدرش تستغنى عنه. ويا ريت ما تنساش تطفي أنوار البيت كلها قبل ما تنام، أهو منها سنة ومنها توفير في فاتورة الكهرباء. والبيت اللي يساعي الكل مستحيل ربنا سبحانه وتعالى يضيقها على أصحابه. اللؤم بتحش النقم، واطعم غيرك فالكريم لا يضام. ولو ظهر لك باب شغل الحد يا ريت تساعده. الرسول قال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وما تبيعش حاجة مادام مش محتاج لتمنها، وخد كورسات وتعلم لغة. ولو جالك سفرية سافر. الفقر في الوطن غربة، والغنى في الغربة وطن. ولو حلفت لك إنك هتلزق احتمال تصدقني واحتمال لا، طبعا ده حقك. طب لو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حلف لك إنك هتلزق هتصدق ولا هيفضل برضه عندك شك؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقسم على الرزق في القرآن الكريم وبيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. زي ما أنت متأكد إنك بتتكلم دلوقتي رزقك برضه حق، وأكيد هيجيلك لحد عندك. والضامن ربنا سبحانه وتعالى، مش عبد زي وزيك. بس أنت ما تيأسش وقول يا رب. وربنا بيقول أما يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم يا رب ارفع عنا الوبا والغلا، وانتقم من كل الحكام الظلمة وكل من أيدهم وعاونهم وفوضهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه في الاشعارات البرامج اللي ملهاش لازمه او ما بتستخدمهاش على تليفونك؟ والافضل انك تمسح البرامج نفسها، هتوفر كتير في عمر البطاريه. ولو بتنصح حط نصيحتك في سندوتش. يعني ايه؟ يعني اول طبقه كلام حلو، تاني طبقه اذكر محاسنه وتذكر قول الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا. وبعد كده حط الحشوه بتاعتك اللي هي نصيحتك. انت عندك مشكله في كذا وكذا، وبعد ما تقفل السندوتش قول له لكنك راجل طيب ومحترم وذوق، وكده هتمر نصيحتك بكل هدوء وهتخليه يتقبلها وما يزعلش منك. ولو عاوز البرفيوم بتاعك يفضل لوقت اطول ممكن هات حته فازلين وحطها على المكان اللي هترش فيه الريحه، وبعد كده رشها وهتطول معاك اطول من العادي. صاحبك اللي بيبيع اشتري منه حتى لو بالغالي، طبعا ده لو ربنا ميسرها عليك، لان الصاحب بينفع صاحبه ما بيوفرش من وراه. ما تحطش توابل على السلطة غير قبل الاكل على طول عشان تفضل ماسكة نفسها ومحافظة على قوامها. اوعى تحس بالشك في نفسك ولو للحظة، او تقلل من روحك عشان صاحبك عمل معاك دقة النقص، او حتى حبيبك خانك. انت مش وحش ومش كل الناس هتعمل معاك كده، انت ما خانكش الامين ولكنك استأمنت الخاين. لو مش عاوز الفانلة الداخلية تبان ملامحها من تحت الهدوم، خصوصا الهدوم اللي الوانها فاتحة، يبقى هات الفانلة لونها رصاصي. بعد ما تخلص اكل ولو في اطباق كتير ما تفضلش رايح جاي على المطبخ، لكن هات صينية ولم كل الاطباق مرة واحدة. لو شفت حد قاعد لوحده وشديت كرسي ورحت قعدت معاه هيتكتب لك صدقة عند الله تبارك وتعالى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إن إناس الوحشان صدقة وتأنيس الوحداني صدقة. السلام عليكم.